جريمة مارتيل. جريمة مارتيل يا خوتي، الجريمة المفجعة التي راح ضحاياها زوج الابن والابنة. خلاصة هذه الجريمة غتسمعوها دابا. السيدة صفت على راجلها من 12 سنة بمشاركة الأخ ديالها اللي هو حاليا في الجزائر وأبنائها أيضا، وخرجت في برنامج شهير تلفزيوني مختفون تتفتش على راجلها عزوز اللي من نهار جا واحد السيد بالطوموبيل وهزو من الدار ومبقاش بان ليه الدار. والغريب في الأمر أنها دازت 2 مرات كتصيفط رسائل لراجلها مباشرة باش يرجع للدار. المهم هذه المجرمة خوتي خواتاتي عاشت حياتها عادي جدا من بعد، وبعدت عليها جميع الشبهات وضللت العدالة 12 سنة. السيدة عاشت عادي حياة طبيعية ودارت حفلات في ديك الدار واش تحط فوق الجدة ديال راجلها عزوز، ولكن ولدها شريف فاش فاق من قلبه وعقل ولا تيقول لمو يا تكتبي لي الدار في سميتي يا غنعلم بك البوليس. الشيء اللي خلى راضية تفكر تصفيها لولدها حتى هو ودفنو حدا باه. وهم الجيران انه ما بقاش باغي يعيش معها في الدار وقرر انه يسافر عند خالو الجزائر. وفي نفس المسير لقاتو الابنه بوتينه حتى هي اللي زوج ديالها ناضر شي حكايه براضيه واتهمها بقتل الزوجه ديالو، ولكن راضيه خرجت منها تاني وهمت الناس والشرطه ان بوتينه كلات السم في الزنقه وماتت في السطح. كون ما طلعتش للسطح كنت دفناتها حتى هي حدا با وخوها، وكملت الشيطانه حياتها في الدار اللي اصبحت مقبره للارواح. والغريب ان هاد السيده كانت عايشه حياتها عادي جدا حتى النهار غادي يبغي الله يبين الحق، غادي يدابس راضيه هي وخوها اللي في الجزائر على قطعه الارض، الشيء اللي غيخليه يعيط لخوه اللي في المغرب ويقول ليه الحقيقه المروعه. غيقول ليه راه اختك قتلات راجلها ودفناتو في الدار وراه دفناه في الكراج. غادي ينوض السيد يجري عند الشرطه يعلمهم ويقول لهم اجو راه كاينه واحد الجثه مدفونه في الكراج في دار اختي. ايجو البوليس وغادي تجي الشرطه العلميه والهيلاله وغيحلوا الكراج وغادي يدفنوا وغادي يحفروا، وفعلا غادي يلقاو رفات ديال جثه. غادي يهزو داكشي وغادي يدوه وغادي يدو معاهم حتى راضيه اللي بقات في التحقيق 48 ساعه وهي ما باغياش تعترف، ما داو منها لا صح ولا باطل الى ان اعترفت في الاخير وقالت انها صفتها حتى لولدها الشريف وقالت لهم فين دفناه. المهم اخوتي خواتاتي، هاد القصه اللي ضحيه فيها ديال بصح هو ديك الابنه اللي كتقرا في كليه الحقوق ما شاء الله، اللي بقات كتواجه المصير وبقاو معاها جوج اللي هما ولاد اختها بوتينه. مسؤوليه كبيره، كنا كنقلبوا على شريف وكنقولوا ليه رجع، ولكن شريف للاسف ميت حتى هو حتى باه وحده اختو. الابنه غتبقى كتواجه المصير، هي الى حد الساعه تيقولوا انها سد عليها باب الدار ديالها وما كتخرج وما كتشوفش التليفون وداخله في نوبه اكتئاب قويه بزاف. وطبعا الضحايا هما الان ارتاحوا من بعد ما بانت الحقيقه، هما ارتاحوا وغيرتاحوا في القبر ديالهم، والشيطانه الكبيره غادي ترتاح في السجن حيت اصلا ما يمكنش تكون عايشه حياتها مرتاحه 12 سنه وهي دايره هاد الجرائم كاملين. دابا جا وقتها فاش ترتاح، يعني اللي ما غاديش يرتاح واللي غادي يتعذب واللي غادي ياكل التقوى هذيك الابنه مسكينه. المهم خوتي وخواتاتي، هذه هي النهايه ديال الشيطانه راضيه وديال خوها. وما نساوش خوها مسكين البريء اللي مشى ديكلارا حتى هو جرته معاهم في القضيه وقالت انه الشريك معها حيت هي ما عندها لا دم ولا ضمير. هنا كنقولوا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. شوفوا راضيه وخوها ضربوا وهما اللي يعني داروا الجريمه ودفنوا و12 سنه وفي الاخر على قطعه ديال الارض تفرشوا وفرشوا راسهم براسهم، يعني تحقوا فيهم آية اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. احنا فعلا امام اخطر جريمه في تاريخ مارتيل، مجزره حقيقيه ومصفتها الزوج ديالها والابن والابنه وشركائها في الجريمه كانوا هما الابن والابنه ايضا اللي فاش كبروا بداو كيهددوا الام ديالهم. هادشي اللي خلاها تفكر تصفي عليهم حتى هما، يعني هذا الابن شريف والابنه كانوا شاهدين عيان على مقتل الاب ديالهم، يعني شيء يذهب العقل صراحه. يعني الله يسترنا في الارض وفي الدنيا وفي الاخره. المهم خوتي خواتاتي،
إلى هنا، وغادي نقول لكم مع ألف سلامة، وخلوا لي واحد لايك، واحد أبوني، واحد كومنت. الله يجازيكم بخير، وإلى اللقاء.